بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله النهاردة يا شباب هنحل الامتحان على أول درسين تاني إعداد. هنحل امتحان أول درسين اللي هو حالات المادة وتغير حالات المادة. الامتحان ده يا شباب فيه أفكار كويسة جدا، وأنا مقسم لكم الامتحان. جبت لك الصفحة الأولى على الدرس الأول والصفحة التانية جبتها لك على الدرس التاني، وإن شاء الله لما نخلص الوحدة الأولى هيعمل لك امتحان شامل على الوحدة الأولى كلها. يعني نراجع الوحدة الأولى وأعمل لك امتحان شامل يكون على الوحدة الأولى كلها يا شباب إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله. فأنا عاوز الناس تركز في حل الامتحان، واللي مش هيفهم أي نقطة تقف معاك أو مش هتفهمها أو ما فهمتهاش تكلمني على الرقم بتاعي أو تخش جروب الواتس أو تكتب لي في الكومنتات، تكتب لي في التعليقات النقطة اللي أنت مش فاهمها. بس أتمنى كل واحد يتفرج على الفيديو قبل ما نبدأ إن شاء الله. أتمنى أي حد يتفرج على الفيديو يا شباب يصلي على النبي في التعليقات. يا شباب أنا طالب منكم حاجة صغيرة، أي حد يتفرج على الفيديو يصلي على النبي في التعليقات. يلا نبدأ يا شباب في حل الامتحان. بيقول لي قوى التجاذب بين جسيمات الزيت، قوى التجاذب بين جسيمات الزيت، قوى التجاذب بين جسيمات الزيت نقط في حين تكون حركة جسيماته نقط. يا مستر الزيت يا مستر مادة ايه؟ سائلة. الزيت يا مستر مادة سائلة. يا مستر السائل قوى التجاذب، السائل يا شباب اهو رسمة السائل هنا اهي. قوى التجاذب بعيدة في مسافات وفي يعني المسافات يعني مش هي الصلب. شايفين الصلب؟ هتلاقي كل حاجة لازقة في بعضيها، مفيش مسافات، وقوة التجاذب كانت كبيرة جدا. انما في السائل الزيت ده سائل يا مستر، هنا قوة التجاذب يا مستر ده في مسافات. طب قوة التجاذب مش قافشة قوي هنا زي المادة الصلبة، لا ده في فراغ. يبقى هنا يا شباب قوة التجاذب ضعيفة نسبيا، ضعيفة نسبيا. ثواني يا شباب معلش. ضعيفة نسبيا. طب حركة جسيماته، شايفين يا شباب حركة الجسيمات؟ هيقدر يتحرك ولا لا طالما في فراغ؟ انما في المادة الصلبة شايفين هنا لما يجي يتحرك هيتحرك في مكانه، هيهتز بس مش هيغير مكانه، وبيهتز في مكانه بس. انما هنا في فراغ الجسيمات تتحرك، يبقى حركة جسيماته كبيرة نسبيا. طب يا مستر انت قلت لي في الشرح ان ضعيفة نسبيا بيساوي كبيرة نسبيا بيساوي متوسطة. يعني يا مستر انا ممكن ما اكتبش ضعيفة نسبيا وكبيرة نسبيا واكتب في الاتنين متوسطة. يعني ممكن اكتب يا شباب هنا كده متوسطة واكتب في النقطة التانية برضو متوسطة. ايوه يا حبيبي صح، دي صح ودي صح. يبقى ضعيفة نسبيا يا شباب هي كبيرة نسبيا هي متوسطة. انت عايز تكتب متوسطة في الاتنين اكتبه، عايز تكتب ضعيفة نسبيا في الاتنين برضو صح، عايز تكتب كبيرة نسبيا في الاتنين برضو صح. بس هو في الكتاب بيقول لك نسبي، يعني اي حاجة نسبيا يا شباب بتيجي مع المادة السائلة. فانت ريح نفسك واكتب متوسطة وخلاص، نكمل السؤال التاني. بيقول لي تتشابه نقط مع نقط في قابلية الانسياب وتغير الشكل حسب شكل الإناء الحاوي له. يا مستر مين اللي ليه قدرة على الانسياب، يعني التحرك بسهولة، وفي نفس الوقت يا مستر يتغير شكله حسب الإناء؟ مين يا مستر؟ المادة الصلبة يا مستر. هي المادة الصلبة يا حبيبي، هي المادة الصلبة كان بتتغير؟ لا يا مستر، يبقى المادة الصلبة غلط. خش على المادة السائلة. ايوه يا مستر انت قلت لي المادة السائلة ليها قدرة على الانسياب، يعني ليها قدرة على التدفق بسهولة، يبقى كده معايا المادة السائلة. ويا مستر انت قلت لي برضو المادة السائلة تتغير حسب شكل الإناء، يعني كان معايا لتر حاجة ساقعة هو كان واخد شكل الإزاز، جيت فضيته في حلة في طبق في أي حاجة بقى واخد شكل الطبق. يبقى كده تتشابه السوائل مع مين؟ مع الغازات في قابلية الانسياب. مع الغاز برضو قال لك أنا أخد سائل أشوف السائل عمل إيه وهعمل زيه. طيب ماشي. ماء المقصود بالبلازما، وركز على التعريف البلازما. قال البلازما
هي الحالة الرابعة من المادة، والتي تكون فيها الغازات على هيئة خليط. الغازات هنا يا شباب في البلازما على هيئة خليط من أيونات موجبة وإلكترونات سالبة الشحن. يبقى يا شباب البلازما الحالة الرابعة للمادة، الحالة الرابعة للمادة، الحالة الرابعة للمادة البلازما، وتكون على هيئة خليط من أيونات موجبة الشحنة وإلكترونات سالبة الشحن. طيب الحركة البراونية هي حركة عشوائية في جميع الاتجاهات. يبقى الحركة البراونية حركة عشوائية في جميع الاتجاهات، حركة عشوائية للجزيئات في جميع الاتجاهات. الحركة البراونية حركة عشوائية للجزيئات في جميع الاتجاهات. ركزوا برضه يا شباب، الحركة البراونية ده تعريف مهم جدا جدا جدا. يبقى حركة عشوائية للجزيئات في جميع الاتجاهات. طب يا شباب كنا قلنا مين اللي بيتصادم؟ قلنا الجزيئات الكبيرة. الجزيئات الكبيرة تتصادم مع مين؟ نتيجة لتصادمها المستمر مع مين؟ مع جزيئات المائع. مين جزيئات المائع؟ اللي هو السائل والغاز. يبقى طب الجزيئات الكبيرة كانت زي مين؟ زي حبوب اللقاح. فاكرين اللي حضر الشرح؟ الجزيئات الكبيرة قلنا حبوب اللقاح بتتصادم مع الجزيئات الصغيرة اللي هي جزيئات الماء. طيب الانتشار، تعريف الانتشار قال لي الانتشار هو حركة دقائق المادة، حركة دقائق المادة، دقائق المادة من المنطقة ذات التركيز المرتفع إلى المنطقة ذات التركيز المنخفض. يبقى الانتشار يا شباب حركة دقائق المادة من المنطقة ذات التركيز المرتفع إلى المنطقة ذات التركيز المنخفض. معلش مفيش مكان عشان أكتب لكم فيه، بس أنا بقول لكم الكلام اهوت، واللي مش عارف أي سؤال يكتب لي في التعليقات، بس يتمنى أن كل واحد يصلي على النبي. الانتشار يبقى حركة دقائق المادة من المنطقة ذات التركيز المرتفع إلى المنطقة ذات التركيز المنخفض. نكمل. اخطر حركة جسيمات النحاس. يا مستر النحاس مادة صلبة. أنا هحل السؤال قبل ما أبص على الاختيار. يا مستر المادة الصلبة أنت أهي رسمتها أهي الحمد لله موجود. المادة الصلبة يا مستر أنت قلت لي ده قوة تجاذب كبيرة جدا، والمسافات البينية صغيرة جدا أو تكاد تكون منعدمة المسافات. طب الحركة لما يجي يتحرك يا مستر، ده لما يجي يتحرك هيهتز في مكان، يبقى حركة اهتزازية في موضع بس مش هيغير مكانه، هيهتز بس. يبقى حركة جسيمات النحاس هي مادة صلبة النحاس. يبقى عشوائية؟ لا يا مستر. عشوائية ازاي؟ هو غاز. انتقالية؟ لا يا مستر، ده الجسيمات بتفضل في مكانها ما بتتغيرش. طيب اهتزازية؟ ايوه يا مستر، تهتز في موضعها. قابلية الغازات للانضغاط تعني إمكانية تغيير. بيقول لي يا شباب قابلية الغازات للانضغاط، يعني أنا معايا غاز ضغط، أنا معايا يا شباب هنا كده مثلا لو العلبة دي فيها هواء وجيت ضغطتها، مش أنا كده قللت حجم العلبة؟ كانت هنا كده بقى لو هي مثلا العلبة كده وجيت ضغطتها بقى وصلت لهنا كده، وصلت لكده بس، مش أنا كده قللت حجمها؟ أيوة يا مصر. يبقى إمكانية تغيير حجمها، إمكانية تغيير حجمها. علل لما يأتي. وفي سؤال احنا محلناهوش فوق، ثواني يا شباب. اذكر مثال، معلش انا نسيت السؤال ده. اذكر مثال لمادة تتحرك بحرية تامة. حرية تامة يا مستر يعني الغاز. اي مثال بقى على الغاز اقول له ثاني اكسيد الكربون، الاكسجين، اي حاجة فيها غاز، اي حاجة تكون غاز يعني. يبقى الاكسجين. معلش انا نسيت السؤال ده، نكمل. علل يا شباب. يحاول العلماء ملاحظة الأنماط. خلي بالكم معظمكم ما بيركزش على النقطة دي، يعني هي موجودة في الدرس بس معظمكم سايبها مش مركز عليها. بيقول لي ليه العلماء بيحاولوا ملاحظة الأنماط والخصائص المشتركة؟ ليه العلماء بيحاولوا إن هم يلاحظوا الخصائص المشتركة بين المواد اللي موجودة حوالينا؟ قال لي لتسهيل دراستها وتصنيفها. يبقى لتسهيل دراستها وتصنيفها. طيب تاني، النقطة الثانية يأخذ الغاز الهوائي، الغاز أو الهواء، ما الهواء ده غاز، شكل وحجم الحيز المتاح له. ليه الهواء يا شباب أو الغاز؟ يعني لو أنا يا شباب
معايا انبوبة غاز، الانبوبة بتاع البوتاجاز، وهي يا شباب استخدمت نصها. قال لك النص اللي فاضل في انبوبة البوتاجاز هياخد شكل الانبوبة كلها. طب انت لما تيجي تشيلها هتلاقي نفس كتلة الانبوبة هي لا، ما هي الانبوبة وهي مليانة زي الانبوبة وهي فاضية، لا يا مصر، هي الكتلة هتقل، بس من جوه الغاز اللي فاضل هياخد الشكل، هينتشر في الانبوبة كلها، فهياخد شكل الانبوبة. ليه بقى بيقول لي ياخذ الغاز شكل وحجم الحيز شكل وحجم الحيز المتاح له؟ أقول لأن قوة التجاذب بين جسيماته ضعيف والمسافات البينية كبيرة جدا. يبقى لأن قوة التجاذب ضعيفة جدا والمسافات كبيرة جدا، المسافات كبيرة جدا. معلش يا شباب على الخط، معلش أنا بقول الناس تكتب يأخذ الغاز شكل وحجم الحيز المتاح لأن قوة التجاذب ضعيفة جدا والمسافات كبيرة جدا. علل احتفاظ قطعة حديد بشكلها وحجمها. ليه قطعة حديد يا شباب؟ لو أنا جبت قطعة حديد، يا شباب ما أقدرش أكسرها. أو ليه هي واخدة محتفظة بشكلها، شكلها ثابت وحجمها ثابت؟ ليه؟ قال لي لأن أول حاجة قطعة الحديد يا مستر ده مادة صلبة. طب ليه بقت المادة الصلبة؟ بيسألني يقول لي هي ليه محتفظة بشكلها وحجمها؟ أقول له لأن قوة التجاذب، لأن قوة التجاذب في المادة الصلبة يا شباب، لأن قوة التجاذب في المادة الصلبة مالها قوية جدا. والمسافات لسه قايلين المسافات في المادة الصلبة والمسافات صغيرة جدا، أنا آسف يا شباب على الخط، معلش الناس تكتب وراي، أنا بقول كل حاجة وأقول الإجابات. يبقى احتفاظ أقول له لأن قوة التجاذب في المادة الصلب قوية جدا والمسافات صغيرة جدا. طب يجي يقول لي يا شباب ذوبان ملح الطعام في الماء، ثواني يا شباب نمسح داتي عشان نكتب تاني، نمسح ده يا شباب، ثواني. ليه بيقول لي ذوبان ملح الطعام في الماء؟ علل ذوبان ملح الطعام في الماء. عندي يا شباب ميه اهي، دي ميه اهي، اتفقنا ان الميه في مسافات بينيه، يعني مثلا الجسيمات اهي بعيده شويه عن بعضيها مش زي الماده الصلبه. قال لك لما بتحط الملح، تحط كده الملح اهو، قال لك الملح بينتشر في المسافات البينيه دي يا شباب، الملح بيدخل في المسافات البينيه فبيملك كوبايه خلاص وانت دوبت. طب ليه يا مستر لما بحط ملح واقعد ادوب الاقي شويه مش راضيين يدوبوا؟ اقول لك يا حبيبي انت المسافات البينيه دي اتملت، فانت انت حاطط كميه من الملح كتير، فانت مفيش مسافه بينيه، مفيش مكان فارغ او فاضي يخش فيه الملح في المسافات البينيه، فانت عمال تدوب مفيش مكان الملح، جزيئات الملح اللي ما دابتش هتخش فيها، فكده الشويه دول مش هيدوب. عرفنا ليه الملح بيدوب، بيخش في المسافات البينيه دي يا شباب. اقول له لانتشار جسيمات ملح الطعام، انتشار جسيمات ملح الطعام في المسافات البينية الموجودة بين جسيمات الماء، يبقى ذوبان ملح الطعام في الماء يا شباب. اقول له لانتشار ده يا شباب الملح يا شباب، جزيئات الملح بتخش في المسافات البينية اللي في المية، يبقى لانتشار جسيمات ملح الطعام في المسافات البينية الموجودة بين جسيمات الماء. اكتب المصطلح العلمي، مادة لها شكل متغير وحجم ثابت. مين يا شباب اللي له شكل متغير وحجم ثابت؟ يا مستر شكل متغير بس حجمه ثابت. كان معايا لتر حاجة ساقعة كان واخد شكل مين؟ كان واخد شكل الإزازة بتاع الحاجة الساقعة. جيت كبيت لتر الحاجة الساقعة يا مستر، لتر كان حجمه كام لتر في الإزازة، جيت كبيته في حل بقى واخد شكل الحل، يعني شكله اتغير.
طيب حجمه اتغير يا مستر، كان لتر في الازازه بقى لتر في الحل، يبقى كده ما اتغيرش. طب الحاجه الساقعه دي نوعها ايه؟ سائل، ماده سائله. يبقى مين اللي ماده لها شكل متغير وحجم ثابت؟ السائله. 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 قابليه الموائع للتدفق بسهوله يا شباب، قابليه الموائع او قابليه المواد للتدفق بسهوله الانسياب. الانسياب. طب الموائع دي بتحصل فين؟ الانسياب قال لي غاز وسائل، غاز وسائل. تمام يا شباب، نكمل. ماذا يحدث عند وضع قطرة حبر في الماء؟ يا شباب لو انا جبت حبر يا شباب وحطيته في ميه، جبت حبر يا شباب، حبر ده مثلا كوب اهو، وجبت نقطة حبر يا شباب في ميه وجيت رميتها في ايه؟ في الكوب. قال لك نقطة الحبر دي هتنتشر في الماء، هتنتشر، هتاخد تدريجيا في الماء، لأن الماء مادة سائلة، وقلت الانتشار في المادة السائلة متوسط، فهي هتفضل تنتشر في الماء حتى الماء لما يفضل المية كلها تتلون بالحبر. يبقى لما المية كلها تاخد لون الحبر، يبقى الحبر هينتشر في الماء، يبقى تنتشر. يبقى ماذا يحدث عند وضع قطرة حبر في الماء؟ أقول له تنتشر. تنتشر جسيمات الحبر، جسيمات الحبر في الماء حتى يتلون الماء بأكمله باللون الحبر. يعني لو أنا حاطط حبر أزرق، المية كلها تفضل لما تتلون باللون الأزرق. حاطط حبر أحمر، هتفضل لما المية كلها تتلون باللون الأحمر. يبقى ماذا يحدث عند وضع قطرة حبر في الماء؟ أقول له تنتشر جسيمات الحبر في الماء حتى يتلون الماء بأكمله بلون الحبر. محاولة كسر ساق نحاسية يا مستر، ماذا يحدث عند محاولة كسر ساق نحاسية؟ يا مستر ساق نحاسية يعني مادة صلبة، يعني قوة التجاذب عندها كبير، يبقى أنا مش هقدر، أو مش حكاية مش هقدر، يصعب، يبقى يصعب كسرها. ليه يصعب كسرها يا مستر؟ ده قوة التجاذب، ده لازقة ببعضيها، الجزيئات لازقة ببعضيها، والمسافات تكاد تكون منعدمة أو صغيرة جدا. يبقى هنا أقول له لا يمكن كسرها أو يصعب كسره، لا يمكن كسره. طب ليه يا شباب؟ أقول له لأن المسافات البينية بين جسيماتها قوية جدا. المسافات لا يمكن كسرها لأن قوة التجاذب، معلش يا شباب، قوة التجاذب، لأن قوة التجاذب، يبقى محاولة كسر ساق نحاسية لا يمكن كسرها لأن قوة التجاذب بين جزيئات المادة الصلبة كبيرة جدا، والمسافات البينية بين جسيماتها تكاد، يعني المسافات، مفيش مسافات، صغيرة جدا أو تكاد تكون منعدمة. ما العوامل التي تتوقف عليها سرعة الانتشار؟ يا مستر سرعة الانتشار انت كنت قايل لي في الشرح هم عاملين ايه هم يا مستر؟ درجة الحرارة. طب يا مستر درجة الحرارة والانتشار طردية ولا عكسية؟ يا حبيبي انا بقول لك امك بتعمل لك الاكل، والدتك في البيت الست الوالدة بتعمل لك الاكل، فهي بتسخن الاكل على النار، يبقى كده في درجة حرارة، يعني درجة حرارة عالية وهي بتسخن. طب انت بتشم ريحة الاكل وهو سخن ولا هو بارد؟ انا بشمه وهو سخن يا مستر، لو هو بارد مش هشم حاجة. طب لو هو سخن يا حبيبي انت كده زودت، فالانتشار زاد لما زودت، يبقى كده العلاقة طردية بين الانتشار ودرجة الحرارة. يبقى أول علاقة درجة الحرارة. طب مثال تاني، ليه بشم الزهور أو ريحة العطر اللي هي الورد والعطر والريحان والفل والياسمين، الزهور عامة يعني، ليه بشم ريحتها بالنهار وما بشمش ريحتها أو ريحتها بتقل بالليل؟ قال لك بسبب ارتفاع درجة الحرارة نهارا، وبالليل بتكون درجة الحرارة منخفض فما بشمش، فإن الانتشار بيزيد مع زيادة درجة الحرارة. طب الخاصية التانية قال لي الكتلة مين؟ الجزيئية. الكتلة مين؟ الجزيئية. يا حبايب لو أنا واحد يا شباب كتلته 100 وواحد كتلته 50، وقلت انا هعمل سباق بين اللي كتلته 100 واللي كتلته 50، مين اللي هيسبق يا مستر؟ ما هو الطبيعي ان اللي كتلته 50 هو اللي هيسبق، يبقى اللي كتلته صغير يا شباب هينتشر بسرعه، اللي كتلته صغير هينتشر بسرعه. ليه؟ لان كتلته صغير فهيتحرك بسرعه. يبقى هنا يا شباب، طب العلاقه هنا بين الكتله والانتشار علاقه عكسيه، انا بقول لك اللي كتلته صغيره بينتشر بسرعه واللي كتلته كبيره انتشاره قليل، يبقى علاقه عكسيه. اذكر فرضين من فروض نظريه الجسيمات للماده. أول حاجة إن الجسيمات المادة صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة، يبقى أي مادة تتكون من جسيمات صغيرة جدا، صغيرة جدا.
لا ترى بالعين المجرد. جسيمات المادة تختزن طاقة وضع بسبب قوى التجاذب. جسيمات المادة الواحدة متماثلة ولكنها تختلف من مادة لأخرى. جسيمات المادة في حالة حركة مستمرة بسبب حركة جسيماتها. طيب نكمل. ضع علامة صح أو غلط. قوى التجاذب بين جزيئات المواد الصلبة تكاد تكون منعدمة. قوى التجاذب بين جزيئات المادة الصلبة تكاد تكون منعدمة. ده يا شباب التجاذب ملازقين في بعض، يبقى غلط يا مستر. مين الصح؟ عايز أبدل المادة الصلبة أو الغازية. قوى التجاذب بين المادة الغازية، أو أشيل المنعدمة وأحط قوية جدا وتبقى المادة الصلبة، أو كبيرة جدا. يختلف انسياب السوائل حسب لزوجتها. صح. يبقى انسياب العسل مش زي انسياب المي. العسل لزوجته عالي فانسيابه قليل. تمام. استخرج الكلمة الغير مناسب ثم اكتب ما يربط بين باقي الكلمات. الزيت، الكحول، الماء، بخار الماء. الزيت، الكحول، الماء، بخار الماء. يا مستر الزيت مادة سائلة، الكحول مادة سائلة، الماء مادة سائلة، بخار الماء ده غاز. يبقى هي دي اللي مختلفة يا شباب. طيب مين اللي بيربط بين الباقي؟ الزيت قلنا مادة سائلة، الكحول مادة سائلة، الماء مادة سائلة. اللي يربط بالماء الباقي مواد سائلة، علياته الباقي مواد سائلة. لا يتغير شكلها، غير قابلة. مين اللي لا يتغير شكلها؟ لا يتغير شكلها يا مستر ده المادة الصلب. غير قابلة للانسياب مادة صلب، غير قابلة للانضغاط مادة صلب. طب ما هي غير قابلة للانضغاط يعني كل حجمها، يبقى هي كل حجمها هي اللي مختلف. طيب دي مين؟ خصائص المادة الصلب. خصائص المادة الصلب. خصائص المادة الصلبة. قارن بين المواد الصلبة والمواد الغازية من حيث سرعة الانتشار. المواد الصلبة يا شباب والمواد الغازية من حيث سرعة الانتشار. المواد الصلبة سرعة الانتشار، نتكلم عن الحركة. المواد الصلبة يا شباب في حركة جسيماتها بطيئة جدا. بطيئة ليه؟ لأن الجسيمات تهتز في موضعها، فالحركة هنا صغيرة جدا، محدود. فهنا سرعة الانتشار في المواد الصلبة هي نعمل كده، هنا كده صلب وهنا كده غاز. هنتكلم عن سرعة الانتشار. يبقى هنا دي سرعة الانتشار بطيئة، بطيئة جدا. طب هنا في المادة الغازية ده بتتحرك حركة بحرية تامة في جميع الاتجاهات. يبقى هنا في المواد الغازية سريعة جدا، سريعة جدا. المواد ذات اللزوجة العالية والمواد ذات اللزوجة المنخفضة من حيث القدرة على الانسياب. لسه قايل لك العسل والمية. العسل لزوجته عالية فانسيابه قليل، يبقى لما تزيد اللزوجة يقل الانسياب. علاقة عكسية، يبقى علاقة عكسية. لما يزيد اللزوجة يبقى المواد اللزوجة عالية، اللزوجة عالية ولزوجة منخفضة. اللزوجة عالية يبقى انسياب قليل، يبقى الانسياب قليل، الانسياب قليل. طب اللزوجة منخفضة زي المية انسياب عالي أو مرتفع، انسياب مرتفع، انسياب مرتفع زي الفل يا شباب. النسبة بين الامتحان بقى داتي على الدرس الثاني. الامتحان ده يا شباب على الدرس الثاني. النسبة بين كده خلصنا امتحان الدرس الأول، نكمل امتحان الدرس الثاني. النسبة بين درجة غليان ماء عذب وماء مالح. يا مستر ماء عذب يعني ماء نقي. الماء النقي درجة غليانه 100. طب الماء المالح، الماء المالح يعني أنا زودت الشوائب، وكل ما زود الشوائب تزداد درجة الغليان، تزداد درجة الغليان بمقدار نص. فكده يا شباب مين اللي غليانه أعلى؟ الماء المالح، بس هو بدأ لي بالعذب، يبقى العذب أقل من المالح، أقل من. تزداد طاقة حركة جسيمات المادة عند، أقول له عند زيادة درجة حرارتها. لما زود درجة الحرارة يا شباب طاقة الحركة بتزيد. ما المقصود بعملية الانصهار؟ أقول له عملية الانصهار عملية تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. يبقى الانصهار عملية تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. طب هنا اكتساب حرارة ولا فقد حرارة يا مستر؟ ده كانت صلبة، كانت تلج حولتها لمية سائل. يبقى أنا عملت انصهار للتلج، يبقى عملت إيه؟ اكتساب حرارة. أنا سخنت باكتساب طاقة حرارية بالتسخين. تمام. طب عملية الغليان تحول المادة، وركز جدا على الغليان والتبخر. الغليان بيتم عند 100 درجة مئوية.
التبخر يتم عند أي درجة حرارة أقل من نقطة الغليان. والتعريف ده يا شباب إن شاء الله أنا متوقع إن هيجي لك في امتحان نص السنة مقارنة بين عملية الغليان وعملية التبخر. هيقول لك قارن لي بين الغليان والتبخر. طب تعريف الغليان عملية تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية باكتساب طاقة حرارة. أيوة مثلا كانت مية سائل بقت غاز، يعني بقت بخار، يبقى كده اكتساب حرارة. التسامي تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية دون المرور بالحالة السائلة. التسامي يا شباب، طب التسامي عكس يا مين؟ تساقط تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة الصلبة دون المرور بالحالة السائلة. إنما التسامي دي يا شباب تحول المادة من الحالة الصلبة، تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية دون المرور بالحالة السائلة. كم الضغط الجوي عند قمة جبل. في سؤال تاني معلش برضو نسيت السؤال تاني اهو. اذكر العوامل المؤثرة على درجة الانصهار والغليان. قلنا يا شباب ان درجة الانصهار والغليان خصائص مميزة للمادة بتؤثر فيهم عاملين، يعني مش هتلاقي مادة عندهم نفس درجة الانصهار والغليان. في عاملين بيأثروا على درجة الانصهار والغليان هما الضغط الجوي ودرجة نقاء المادة. الضغط الجوي عند قمة جبل والضغط الجوي عند سطح البحر. الضغط الجوي عند سطح البحر والضغط الجوي عند قمة جبل. يا شباب أنا قلت كل ما أطلع فوق الضغط بيقل. طب يا شباب الضغط بيقل وأنا طالع لفوق الضغط بيقل، طب الغليان يقل، يبقى كله يقل حسب الضغط. طب هو هنا بيسألني على الضغط وأنا طالع فوق، يبقى عند قمة جبل لو هو ده مثلا سطح البحر اهو يا شباب، لو ده سطح البحر والجبل هنا اهو وده سطح البحر وانا طالع فوق، يبقى الضغط بيقل. يبقى وانا فوق هنا الضغط اقل ولا اكبر؟ يا مستر انت قلت لي وانت طالع الضغط بيقل، يبقى اقل من عند مستوى سطح البحر، اقل من الضغط عند مستوى سطح البحر. يتكثف بخار الماء عندما يا مستر بخار الماء كان بخار وبرد رجع تاني بقى سائل. كان بخار الميه برد رجع بقى سائل، يعني فقد ولا اكتسب؟ يا مستر انت بتقول لي برد يعني فقد حراره. زي الفل. تسمية القهوة الفورية بهذا الاسم. قلنا يا شباب القهوة الفورية لأنها سريعة الذوبان في الماء، لأنها سريعة الذوبان في الماء. طب ماشي. طيب القهوة العادية لا تذوب في الماء، ركز، القهوة العادية لا تذوب في الماء. تكون قطرات من الماء على السطح زجاجي بارد. بقى أقول له ليه يا شباب في زجاج بيتكون عليه قطرات؟ ليه بيتكون عليه؟ بقى أقول له لأن بخار الماء يتكثف في صورة قطرات على السطح الخارجي للزجاج. يبقى لأن قطرات الماء، يبقى لأن بخار الماء، معلش، لأن بخار الماء يتكثف في صورة قطرات مائية على السطح الخارجي للزجاج. طب بيتكثف ليه؟ قلنا بيتكثف يبقى بيفقد حرارة، يبقى لأن بخار الماء يتكثف في صورة قطرات على السطح الخارجي للزجاج. يبقى بيتكثف في صورة قطرات على السطح الخارجي للزجاج نتيجة لفقدان الحرارة. يبقى نتيجة لفقدان الحرارة. سؤال 3. يبقى تعد تحولات المادة من حالة لأخرى من العمليات الانعكاسية. أيوة يا شباب، زي الانصهار مثلا، الانصهار من الصلب للسائل. طب عكس الانصهار التجمد، أنا حطيت مية في التلاجة كانت سائل اتحولت لصلب، حطيت مية بقت تلج، يبقى من سائل لصلب، يبقى كده عمليات انعكاسية. طب ليه بقى بيقول لي ليه هي عمليات الانعكاسية؟ أقول له لأنها تعتبر تغيرات فيزيائية. تحول المادة من حالة لأخرى يا شباب تغير فيزيائي وليس كيميائي، يبقى لأنها تعتبر تغيرات فيزيائية لا يصحبها تغير في تركيب المادة. يعني ما بيتكونليش مادة جديدة، أنا ما حطيتش مادة على مادة أعطاني مادة جديدة زي ما هناخد في الوحدة الثانية، هناخد التفاعلات ونعرف كل حاجة. يبقى أقول له لأنها تعتبر تغيرات فيزيائية وليست كيميائية، والله يصاحبها تغير في تركيب المادة. الشعور بالضيق في الطقس الحار والرطب.
ليه يا شباب أنا بشعر بالضيق؟ ولما يكون الجو حر يا شباب الجو حر يعني حرارة عالية، فلما يكون الجو حر جسمك يطلع عرق. ومعنى ان الرطوبة عالية يا شباب، الرطوبة عالية يعني البخر قليل. يعني البخر قليل يا شباب، العرق اللي على جسمك مش هيتبخ لان الرطوبة عالية، لان الرطوبة ونسبة التبخر علاقة عكسية. فالرطوبة عالية وانت عرقان والتبخر عكسي مع الرطوبة، فالتبخر مش راضي يروح من على جسمك، العرق فاضل على جسمك، فانت انت حاسس ان انت مخنوق. يبقى ليه؟ لان في الجو الحر يزداد افراز العرق. طب لما يزيد افراز العرق لتخفيف الاحساس بالحراره، انت جسمك بيطلع حراره يا شباب عشان يخفف الاحساس بالحراره، قصدي بيطلع عرق، بيفرز عرق جسمك عشان يخفف الاحساس بالحراره. يبقى الاول لان في الجو الحار يزداد افراز العرق، يبقى لان في الجو الحار يزداد افراز العرق. طب لما ماشي كده عند ارتفاع درجه الحراره كده زودت العرق، طب ماشي، الى انه لما تزيد نسبه الرطوبه يا شباب يقل معدل التبخر، وهو ما يسبب الشعور بالضيق. يبقى نكتبها يا شباب، لان في الجو الحار يزداد افراز العرق، يزداد افراز العرق لتخفيف الاحساس بالحراره، عشان يعني بيخفف احساس جسمك بالحراره، فجسمك يبدا يعرق. انما وعند زياده الرطوبه يقل معدل التبخر فتشعر بالضيق، اكتب المصطلح ضغط الهواء الجوي عند مستوى سطح البحر. ده يا شباب ضغط الجو المعتاد، الضغط الجوي المعتاد. تغير في تركيب المادة ينتج عنه مواد جديدة. يا شباب لو قال لي نتج مواد جديدة يبقى تغير كيميائي، وده لسه هناخده في الوحدة الثانية، تغير كيميائي. طب يا شباب لو ما نتجش مادة جديدة يبقى يا مستر تغير فيزيائي. ماذا يحدث؟ وركز لي على سؤال ماذا يحدث عشان معظمكم بيغلط فيه. ماذا يحدث عند زيادة الضغط الجوي المؤثر على الماء النقي عند الضغط الجوي المعتاد؟ لما تزود الضغط يا شباب ايه اللي يحصل للغليان والتجمد؟ انا قلت لك لو الضغط زاد كله يزيد حسب الضغط ما عدا الانصهار والتجمد. طب لو الضغط قل كله يقل حسب الضغط ما عدا الانصهار والتجمد يزيد. يبقى زاد الضغط كله يزيد ما عدا الانصهار والتجمد يقل. طب زيادة الضغط انا قلت لك للغليان والتجمد. يا مستر انت قلت لي زيادة الضغط يبقى الغليان، يبقى يزداد الغليان يا مستر انت قلت لي كله يزيد مع الضغط ما عدا التجمد. طب التجمد يا مستر هيقل، هو بيقولوا زيادة الضغط يبقى الغليان هيزيد. طب التجمد عكسه ويقل التجمد، ويقل مين؟ التجمد. طيب حدوث عملية التكاثف بالنسبة لقوة التجاذب بين الجسيمات. يا شباب كان معايا بخار مي، قوة التجاذب في البخار ايه؟ يا مستر ده ضعيفة جدا، ده مغاز. حولت بقى البخار لسائل يبقى قوة التجاذب زادت، يبقى تزداد قوة التجاذب، تزداد قوة التجاذب. حدوث عملية التجمد بالنسبة للمسافات البينية. كان معايا مادة سائلة يا شباب، مية حطيتها في الفريزر، فالمية كانت المسافات البينية كانت متوسطة أو كبيرة نسبيا، فلما حطيتها في الفريزر المسافات قربت، الجزيئات قربت من بعضها فتماسكت تحولت لمادة صلبة، يبقى تقل المسافات البينية. اذكر العوامل المؤثرة على معدل تبخر السوائل. 4 عوامل: درجة الحرارة ومساحة السطح ونسبة الرطوبة، ومين تاني؟ التيارات الهوائية. وخد بالك كله طردي ما عدا نسبة الرطوبة، كله طردي مع معدل التبخر ما عدا نسبة الرطوبة عكسية. درجة الغليان صح وغلط،
كلكم غلطتوا في السؤال ده، كلكم مفيش ما عدا واحدة بس تقريبا، ما عدا واحدة تقريبا أو اتنين. درجة غليان الماء النقي على ارتفاع 1800. يا مستر 1800 أنا قلت لك وأنا طالع 300 الغليان، وأنا طالع أنا بطالع فوق الضغط بيقل، فكله بيقل، يبقى الضغط يقل الغليان يقل، يبقى وانا طالع 300 غلياني يقل 1 درجة سيليزية، يبقى 1000 كل 300 يقل 1. طب كل 1800 يا مستر هيقل كام؟ نعمل مقص، اقول له دي اكس، اكس تساوي شرطة كسر اللي في وش الاكس بينزل تحت 300، يبقى هنا 1800 في 1 صفرين مع الصفرين 18 على 3 3 في 6 يبقى 18 على 3 فيها 6. طب احسب لي 4800 يا مستر، انت قلت لي كل 300 يقل 1 سيليزية. طيب كل 4800 يقل كام؟ اكس، اكس تساوي شرط الكاس واللي في وش الاكس بينزل تحت، يبقى 300 تحت و4800 فوق. ثواني يا شباب، الاولانيه طلعت 6، ما اقولوش 6 واسكت يا شباب، هو كده الغليان هنا كام؟ اقول له 100 ناقص 6، 100 ناقص 6 كام؟ يبقى 94. يبقى درجة الغليان عند 1800 بتساوي 94. طبعا ده هنا صفرين مع الصفرين 48 على 3. قول يا شباب 3 في 10 ب30 و3 في 6 ب18، يبقى 10 و6 16. لأن لو ضربت 3 في 10 30 و3 في 6 18 و30 48، يبقى هنا دي 16. أقول له 100 ناقص 16 يبقى كام؟ 84. هو بقى بيقول لي درجة غليان الماء النقي على 1800 أكبر. أيوه يا مستر، درجة الغليان عند 1800 كام؟ 94، وعند 4000 كام؟ 84. يبقى دي صح. نمسح يا شباب، نمسح عشان نكمل. يبقى هنا صح. تؤثر الشوائب على قوى التجاذب بين جسيمات المادة النقية. أيوه يا مستر، المادة النقية كانت درجة غليانها 100، لما زودت الشوائب درجة الغليان زادت 100 ونص، زادت نص، يبقى كده تتأثر ولا لا قوى التجاذب؟ أنا دخلت حاجة في المسافات يبقى اتأثرت صح. اذكر مثال على عملية التسامي، أقول له تسامي اليود الصلب إلى بخار الماء، يبقى تسامي أو الثلج الجاف، اكتب له الثلج الجاف يتحول من صلب إلى غاز مباشرة، عملية تسامي ثلج جاف، أو اليود الصلب، الثلج الجاف. عملية التصاعد أقول له تكون الصقيع، أو لما بردت اليود الصلب اتحول لمين؟ لأبخرة. لما بردت أبخرة اليود الصلب اتحولت ليود صلب، يبقى عملية التساقط برضو أبخرة اليود الصلب. اذكر أهمية حالة الضغط. حالة الضغط دي يا شباب أنا بعملها إزاي؟ حالة الضغط دي يا شباب بيحصل فيها إن أنا بزود الضغط، فلما زود الضغط يا شباب قلت كله يزيد ما عدا التجمد، يبقى مين يزيد؟ الغليان يزيد. طب لما انا ازود الغليان يزداد سرعه طهي الطعام، فلما يزداد سرعه طهي الطعام لما تزيد سرعته يقل زمن طهي الطعام فالزمن يقل، فكده بالتالي توفير الوقود اللي انا بشتغل بيه. ما درجه غليان الماء عند قمه جبل ارتفاعه 1200، يبقى يا مستر انت قلت لي كل 300 تقل 1. طيب كل 1200 ثواني، كل 1200 هتقل كام؟ اكس يا مستر. اقول له اكس تساوي شرطة كسر واللي في وش الاكس بينزل تحت مين؟ ال 300 اللي في وش، والرقمين يتضربوا في عين مصر 1200 في 1 صفرين مع الصفرين 12 على 3 فيها 3 في 4 ب 12. الناس كتبت لي 4 وسكت، غلط. هو بيقول لك درجة الغليان كام؟ أقول له 100 ناقص 4 كام؟ 96.
يبقى درجة الغليان كام؟ 96 مش 4، 96. أتمنى تكون كل الناس فهمت يا شباب. أنا شرحت كل حاجة بفضل الله، واللي مش فاهم حاجة يبعت لي يا شباب. أي حد عايز حاجة يكلمني على الرقم ده 011 4813 9834. عايز تخش الجروب، عايز تشترك معانا، كلمني على الرقم ده. عايز تحضر او تسأل في اي سؤال او تسأل على اي حاجة، كلمني على الرقم ده. اتمنى يا شباب تكون كل الناس فهمت، واللي مش فاهم حاجة يكلمني دكتور عبد الله. العلوم في امان لسنين قدام. سلام عليكم.